لم يترك الفلسطينيون بابا إلا وطرقوه بحثا عن أفق جديد. في منتصف عام 2005 توجه وفد شعبي فلسطيني من منطقة البلديات للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، بغية ثني جيش المهدي الذي يأتمر بأمر زعيمه الصدر عن التنكيل بالفلسطينيين. وترأس الوفد الشيخ توفيق عبد الخالق. بتفتيش الشقق لأن هي أكبر تجمع فلسطيني بالبلديات، ولم يجدوا أي شيء من يعني هم قالوا اعترفوا هم والأمريكان فتشوا كل العمارات هذه فلم يجدوا شيء. فلذلك جئنا يعني إلى سماحتكم عزكم الله ونصركم إن شاء الله أن تساهموا بكل ما تستطيعون للتصدي لهذه الحملة المسعورة ضد الفلسطينيين، أنه بالنسبة عن طريق خطبكم الجمعة أو توجيهاتكم القيمة السديدة. المجتمع العراقي أنهكته الحروب، أنهكته البلاءات، أنهكته جريان الدم، أنهكته توالي الدكتاتوريات. مثل ما يقول متخوف قلبه شايل، هم كونوا تصبرون عليه، وهذا أخوتكم إن شاء الله هم. فأنا أريد منكم ما دام أنتم في العراق ما يقع عليهم من ظلم يصدر منكم صوت استنكار، يصدر منكم صوت عدم رضا ورفض لهذا الأمر، تبرد بعض المشاعر الحارة ضدكم. ذاك الوقت من أوقف معكم أنا ما أصير شنو مو خوش، ها شوف وقف ويا الفلسطينيين ضد العراقيين مع أنه أهله. فيما بعد عثر على جثة الشيخ توفيق عبد الخالق في مستشفى الكاظمية التعليمي بعد جلده وتعذيبه وقتله خنقا.